في أكفان كتيرة قوي في التاريخ، لكن في كفن واحد بس قدر يجذب ويحير العالم كله. كفن قال عنه القديس البابا يوحنا أبولس الثاني إن هو بيشكل نداء للذكاء البشري كله. أكيد عرفت النهاردة هنتكلم عن كفن مين بالظبط. كفن السيد المسيح اللي جابه يوسف الرامي. يوسف الرامي جابه ولف فيه السيد المسيح بعد ما نزل من على الصليب. اتقال عن الكفن ده إن هو حامل علامات الموت والحياة للسيد المسيح، والكفن ده كان معمول من الكتان الفاخر. الكفن ده جذب العالم كله لما محامي صوره سنة 1898. الصورة اللي كانت باينة انها سلبية في الاول، لكن بعد كده ادهشت العالم كله بايجابياتها، عشان كانت صورة موضحة انسان متعذب ومصلوب لكن في وشه كل الاشراق والمجد. احتفظ التلاميذ بالكفن ده بعد القيامة اخدوا ابيجار الخامس حاكم مدينة قدس، ومن القدس راح للقسطنطينية. من القسطنطينية بعد كده راح على فرنسا بعد قرون كتير. قدر ان هو ياخدوه ايطاليا ويحطوه في مدينه تورينو بالظبط المكان اللي كان فيه كاتدرائيه يوحنا المعمدان. ولغايه دلوقتي الكفن موجود هناك. المكان ده بيفتح للزوار من كل 10 ل 20 سنه. اعتقد دلوقتي عرفتوا الكفن ده اتسمى بكفن تورينو ليه. الكفن عباره عن قطعه واحده بتلف المسيح من فوق ومن تحت. الكفن ده معمول من الكتان الفاخر. كان الكفن لونه عاجي ساعة ما اتصور، وده طبعا بسبب الزمن اللي عدى عليه. الكفن عبارة عن صورة من الوش والظهر، بيشرح كل تفاصيل الآلام اللي تعرض ليها السيد المسيح. بدأت الأبحاث سنة 73، عملها 40 عالم غير مسيحيين ومش بينتموا لأي ديانة. ال40 عالم دول كان معاهم أجهزة حديثة ومتطورة وغالية جدا، ووضحوا فيها كذا حاجة. تعالوا نعرف اللي العلماء وضحوه سوا. واحد، الكفن طوله عبارة عن 4 متر 35 سنتي ل 42 سنتي، وعرضه متر من 9 سنتي ل 13 سنتي. كان في آثار للحريق على كفن، اللي وضحته ان الكفن ده اتعرض للحريق سنة 1516 اللي كان لأسباب مش معروفة لغاية دلوقتي. هتسألوني طب احنا ازاي عرفنا الحاجات دي كلها والكفن اصلا اتعرض للحريق؟ هقول لكم ببساطة لان آثار جسد السيد المسيح على الكفن ما تعرضتش لأي حريق. اللي بس اتمكن منه الحريق انه يحرق اطراف الكفن، لكن آثار جسد السيد المسيح ما حصلهاش اي حاجة. ودي حاجة غريبة جدا بس عظيمة جدا ربنا عملها. تالت حاجة ان الكفن باين ان طول السيد المسيح حوالي 181 سنتي. هنتكلم دلوقتي عن جراحات السيد المسيح من الراس للرجلين، بس في النقطة دي هيساعدني معايا أمير. اول حاجه كان في بقعه غامقه في رقبه السيد المسيح بانت في الكفن، وده كان بسبب كليل الشوك اللي لبسوه للسيد المسيح. عمل 8 فتحات ناتجه من جروح في الجمجمه، وده كان السبب في البقعه اللي ظهرت في ظهر الكفن. كان في انتفاخات في الحاجبين، وانتفاخ كبير تحت العين اليمين، وانتفاخ في الأنف، وانتفاخ في الخد الشمال، وتعويرة في الخد اليمين على شكل مثلث. وده اللي وضحه لنا الكتاب المقدس ان هو اللي عملوا الجروح دي كان بسبب اللطم والضرب اللي اتعرض ليه السيد المسيح من جنود بيلاطس ورؤساء الكهنه. وتالت حاجه معانا كان في تهشم في غضروف الانف، وده كان بسبب ان السيد المسيح وقع على حجر كبير وهو كان شايل الصليب. رقم 4، كان في تورم في منتصف الجبهه، وده بسبب الضرب اللي ضربوه بالقصبه. ورقم 5 معانا كان واضح في الكفن ان هم نتفوا شعر دقن السيد المسيح من الجانب اليمين. طب هتقول لي يا امير عرفت ازاي؟ هل ده كان واضح في الكفن؟ هقول لك طبعا كان واضح في الكفن. وعرفت ازاي كمان؟ والدليل على كده ان هم لقوا ان كثافه الشعر في الجنب اليمين كانت اقل واخف من كثافه الشعر في الجنب الشمالي، وده يدل ان هم الجنود الرومان والكهنه والكتبه كانوا بينتفوا شعر دقن الجنب اليمين من السيد المسيح. رقم 6، كان في مساحة مميزة بين العين اليمين والأنف، وهم وضحوا العلماء ان دي ما كانتش آثار ولا دموع ولا دم، ودي كانت آثار البصاق اللي الجنود بصقوه عليه. وده اللي وضحه لينا الكتاب المقدس لما قال حين بصقوا على وجهه ولكموه وآخرون لطموه. ورقم 7 معانا كان ظاهر في الكفن ان الكتف اليمين منخفض عن الكتف الشمال، وده كان بسبب ان السيد المسيح حمل الصليب لمده طويله لغايه لما وصل مكان الجلجثه واتصلب. رقم 8، كانوا لاقيين آثار طعن في جنب السيد المسيح اليمين بالظبط ما بين الضلع الخامس والسادس، وده اللي وضحه لنا لما كان على الصليب، ودي كانت سبب تقريبا ان دم السيد المسيح كله يطلع بره. ورقم 9 معانا من العلامات كان على ظهر السيد المسيح، والكفن وضح ان هو تم التعذيب والجلد ب 41 جلده على ظهر السيد المسيح. رقم 10،
كان بيدل الكفن برضو ان كان فيه مسمار واحد بس اللي اتثبت عليه الرجلين اتحطوا ان كانت الرجل الشمال فوق الرجل اليمين. وعرفوا ان المسمار تقريبا حوالي 18 سنتي، لان المسمار اخترق المشط بتاع الرجل. وكان رجل السيد المسيح كانت مسنوده على خشبه، والخشبه دي هنقول بعد كده ايه هي فايدتها. ورقم 11 معانا، الكفن وضح لنا ان المسمار اللي كان في ايدين السيد المسيح ما كانش في راحة اليد ولكن كان في الرسغ. وده كان ليه سبب مهم جدا، ان المسامير تقدر تتحمل تقل جسد السيد المسيح. وفي نفس النقطة هنشوف ان احنا لو بصينا على الايد في الكفن هنلاقي ان 4 صوابع بس هما اللي باينين، وصباع الابهام ما كانش باين. وده كان بسبب ان المسمار كان ملامس لعصب اليد الاوسط، وده اللي خلى يحصل فيه انقباض في صباع الابهام وما يبانش في الكفن. رقم 12، الكفن دل ان موت السيد المسيح ما كانش بالاختناق، وده اللي قدروا يوصلوا العلماء، لان الموت بالاختناق عرفوا العلماء يوصلوا ان هو بيبقى بشكل مسطح للجسم، وده عكس اللي السيد المسيح حصل له. بطن السيد المسيح قدر يوصلوا من الكفن ان هي كانت بارزه لقدام، وده اللي بيطابق كتابنا المقدس لما قال عن السيد المسيح انه نكس راسه واسلم الروح. وده بيدل ان السيد المسيح مات بارادته، وان الموت كان بسبب انفجار القلب وكل الشرايين، لان رب المجد كان بيتحرك حركه ارجحيه. يعني ايه حركه ارجحيه؟ يعني رب المجد كان بيطلع جسمه كله لفوق وينزل تاني لتحت، وده اللي كان بيحصل بمساعده الخشبه اللي احنا قلنا عليها من شويه، لان رب المجد كان بيسند رجله على الخشبه ويزق جسمه لفوق ياخد نفسه وينزل تاني، ودي حصلت حوالي تقريبا 2700 مره. اما عن كسر الساقين اللي حصلت للصين، ده ما حصلش مع رب المجد، لان الجنود كسروا ساقين اللصين عشان يسرعوا من موت اللصين، ولكن رب المجد اصلا كان مات ساعتها. هنتكلم دلوقتي في حبة معلومات عرفناها عن علامات السيد المسيح اللي الكفن عرفنا عليها غير الجراحات اللي اتكلمنا عليها قبل كده. وأول حاجة فيها إن حصل انفجار كامل لعضلة القلب ساعة الصرخة اللي صرخها السيد المسيح لما أسلم الروح، وده كان بسبب انهيار كامل لعضلة القلب زي ما وضح لنا العلماء. تاني حاجة، لقوا ان صورة السيد المسيح اللي مطبوعة على الكفن كانت صورة 3D مش 2D، وده عكس المعروف مع علماء الهندسة. اللي معروف عند علماء الهندسة ان الصورة كلها تبقى 2D مش 3D، ولكن هم وضحوا ان الصورة كانت 3D بسبب الحرارة والضوء الشديد اللي كان طالع من جسد السيد المسيح لحظة القيامة المقدسة، وان 3D دي مش بسبب ولا أصباغ ولا أحماض ولا بأي تدخل بشري حصل. وصورة 3D هي أقرب صورة لشكل السيد المسيح اللي احنا عارفينه حاليا. رقم 3 معانا، عرفنا من ظهر الكفن ان السيد المسيح لما تعرض للجلد كان عن طريق كرباج روماني، والكرباج الروماني معروف ان هو بيتكون من 3 سيور، وفي اخر كل سير فيه عبارة عن كورتين بيبقوا معمولين من الرصاص او العظم، وقطر كل كرة لوحدها عبارة عن 12 مللي. وكمان كان واضح ان السيد المسيح اثناء الجلد كان منحني للامام. رقم 4، ما كانش فيه اي اثر لاهتراء الجسد في الكفن، وده وضحوا الكفن ان هو السيد المسيح جسده خرج من الكفن قبل ما يحصل تحلل او اي تآكل للاعضاء الداخليه في الجسد، وده اللي حصل وقت القيامه. وبكده يا صحابي تكون اتحققت النبوات كلها في السيد المسيح، وكانت تعتبر من اخر النبوات النبوه اللي قالت بذلت ظهري للضاربين وخدي للناتفين ووجهي لم استر عن العار والبصق. ودي كانت في سفر اشعياء لصحاح 50 آية 6. واخر حاجه في حلقه النهارده لازم نفتكر ان يسوع مات عشانك وقام من الاموات وهو حي الى الابد.